السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة. والنهاردة خلاص شفنا نهاية المجموعة الخامسة والمجموعة الستة بتأهل. في المجموعة الخامسة أسبانيا واليابان، الياباني المركز الأول وأسبانيا المركز الثاني. وفي المجموعة الستة خلصت بانتهاء بتصدر الفخر العربي، والحمد لله إن الكرة خدمتنا بتأهل المغرب في المركز الأول وكرواتيا في المركز الثاني. عشان كده هتبقى المغرب هتلاعب أسبانيا في دور الستاشر، وكرواتيا هتلاعب اليابان في دور الستاشر. خلونا كده ندخل على الكلام عن الماتشات. لازم هبدأ بس بماتش اسبانيا والمانيا. سوري، اسبانيا واليابان. المنتخب الياباني منتخب لازم ترفع له القبعة. منتخب ما كانش ند سهل، ما كانش ند مهين غير. وحتى الماتش اللي خسرته قدام كوستاريكا كان بغلطة من الحارس، وكان بقية الماتش هي اللي كانت ماسكة والمستحوذة، وهي اللي كانت عاملة كل حاجة في الماتش. لكن كان في النهاية النتيجة كانت لكوستاريكا. لكن شفناه قدام ألمانيا وقدام أسبانيا بيبقى نازل أو مآمن بحظوظه، بينزل الشوط التاني بعد ما يكون خسران الشوط الأول، بيبقى نازل الشوط التاني مآمن بحظوظه، بيبقى عنده هو مقتنع إن هو يقدر يعمل وهو يقدر يكسب. وفي الآخر بنشوفه هو في الآخر طلع بست نقط من بمكسبين على على أسبانيا وعلى ألمانيا. فشابوه المنتخب الياباني الصراحة، محدش كان متوقع تماما إن هو هيبقى متصدر. كله كان بيقول في مفاجأة هتحصل او ممكن يطلع تاني. ممكن يبقى هو في احسن حاجه. اكتر حاجه حد كان متوقع كان هو يبقى مركز تاني، لكن محدش كان متوقع ان اليابان هتبقى في المركز الاول. وفي النهايه شفنا في نهايه دور المجموعات اليابان هو اللي متصدر مجموعته. فمفاجاه الصراحه بالنسبه لكل كان متوقع ان اسبانيا هتبقى متصدره المجموعه. الناحيه التانيه احنا شفنا اسبانيا لعبت الشوط الاول جابت الجون، بعد كده خلاص ما تحس ان هم ضمننا ان احنا كسبنا. فادوا فرصة لليابان إن هي تقدر ترجع وإن هي تعمل بحظوظها. وعلى الناحية التانية غلطات أوناي سيمون، عمل غلطتين في الشوط الأول، وفي الشوط التاني عمل غلطة أدت للجون كالعادة. وهو محارس بيعرف يلعب برجله. حتى الماتش ده كان أغلب غلطاته إنه في الكورة إن هو بيطولها في رجله وبيبصيها بتتقطع منه. يعني حتى الحاجة اللي أنت كنت متميز فيها قلت منك. فصراحة أوناي سيمون يعني من البداية وأنا مستغرب إن هو الحارس الأساسي لأسبانيا والكلام ده، بس ماشي. في الآخر هو اللي لبسك. الجول الأول هو اللي خلى ريتس ودانو هو اللي يتعادل. بجون هو اللي كان غلط فيه، أخد الكرة ريتس وشاطها دخلت الجون، وما كانش عارف يتعامل معاها. مع إن كان ممكن، يعني كان ممكن كان يقدر يتعامل معاها. لكن في النهاية شفنا اليابان متصدرة المجموعة عن استحقاق بالماتشات اللي هي لعبتها، بالأداء الرجولي اللي هي كانت بتلعب بيه في أغلب الوقت. احنا بنشوف لعيبة بتبقى حرفيا نازلة احنا نقدر نعمل بالذات. وكان الوضع ده قدام ألمانيا وأسبانيا، هي كانت تبقى خسرانة الشوط الأول، الشوط التاني بتنزل بتاكل الأخضر واليابس بتجيب جونين بسهولة. النهارده شفنا جابت جونين ورا بعض نفس ما حصل مع ألمانيا، جابوا الجونين في ظرف 10 دقايق ربع ساعة. النهارده برضو شفناها في ظرف كام دقيقة، 5 دقايق ولا 10 دقايق. فيعني الصراحة تستحق التحية اليابان على الماتشات اللي هي عملتها، وإن هي هتكون قدام ند مش سهل على كرواتيا، مش هتكون ند سهل. ولو كملت في البطولة مش هتكون خصم صعب، مش هتكون خصم سهل. هتقرف اللي هيلاعبها زي ما احنا شفنا. الناحية التانية لويس انريكي محتاج وقفة مع لعيبته. النهارده شفنا بدري ما كانش بدري بتاع ماتشين كوستاريكا وماتش ألمانيا، مستواه كان أقل بكتير. برضو كان جافي مستواه أقل بكتير. باو توريس كان كارثة دفاعية. وهو يعني يعني مش فاهم أنا فاهم إن هو عايز يريح لابورت، بس يعني أنت كنت محتاج تكسب عشان تتأهل الأول والكلام ده، وأنت كنت نازل عايز تتأهل الأول. فمش ما كانش ليها لازمة أوي. يعني أنت كنت تلعب باو توريس إن هو حرفيا مدافع. يعني عنده نواقص كتير، مش هو مدافع السوبر ستار ولا المدافع اللي جامد. هو مدافع عادي يمشي الحال، لكن مش مدافع الأساسي يبقى أساسي مع منتخب أسبانيا، المفروض يعني منتخب محترم. فبرضه باو توريس كان كارثة. النهاردة شفنا نيكو ويليامز ما كان في أغلب الوقت كان تحسه قلقان، مش عارف يتعامل. داني اولمو برضه النهارده في ماتش برضه كانش فايق. فهو لويس انريكي محتاج يفوق اكتر من لاعب عشان خاطر الماتشات بعدين. هنشوف بقى تعامل لويس انريكي قدام المغرب. اتمنى ان هو يعمل كل حاجه غلط ونشوف المغرب هي اللي تكمل. فلويس انريكي هيقف وقفه كبيره مع لعيبته عشان خاطر الماتشات الجايه. ده المتوقع بالنسبه لي ان لويس انريكي مش هيعدي الماتش ده بالسهل. ممكن هنشوف اسبانيا نازله قدام ماتش المغرب، هتعمل ماتش صعب جدا على المغرب بسبب ان هي خسرت من اليابان.
فمبروك اليابان، تستحقوا الفخر اللي انتوا فيه، تستحقوا المكاسب اللي انتوا عملتوها والماتشات العظيمة اللي انتوا قدمتوها في البطولة، والتأهل المتصدر كان مستحق. الناحية التانية اسبانيا اخدت ثقة في نفسها. شفنا الشوط التاني نزلت، خسرت وطلعت مركز تاني. الماتش اللي كان على الناحية التانية كان ماتش كوستاريكا وماتش ألمانيا. حصل سسبنس في الشوط التاني برضو، يعني الشوط الأول كانوا طالعين 1-0 زي ما متوقع. هو ماتشين كان متوقع إن ألمانيا وأسبانيا هيكسبوا. شفنا الشوط الأول كان طالع زي المتوقع، ألمانيا كسبانة وأسبانيا كسبانة. الشوط التاني بقى حصل شوية شطة، شفنا كوستاريكا جابت جونين وكانت هي اللي هتتأهل مع اليابان، وكنا هنشوف دورة رمضانية حرفيا مش كأس عالم في دور 16. بس بعد كده رجعت تداركت الأمر ألمانيا وجابت 4 تجوان. ألمانيا الواحد فرحان حرفيا إن هي خرجت بسبب إن هي ركزت بره البطولة أكتر من بطولة، وهو المنتخب الوحيد اللي كان من المنتخبات اللي دعم الحوار ده. هي اللي اتكلمت وفي الآخر هي اللي طلعت مع إخواتها الويلز وبلجيكا، هما التلاتة أخدوا إيديهم وطلعوا. اللي كمل في الحوار ده هما هولندا وإنجلترا، بس مش موضوعنا دلوقتي. فهي ركزت بره البطولة ففي الآخر طلعت. فالواحد فرحان بخروجها. ان الواحد كان عايز جاي يتفرج على كوره، ما كانش عايز يخش في نقاشات بره الكوره والكلام ده. احنا جايين كاس عالم بتستناه كل 4 سنين، عايزين نتفرج على كوره، اكيد مش عايزين نتفرج على حوارات بره. فاحسن ان انتوا اتكلمتوا بره وطلعتوا. وحقيقه انا كان نفسي كانت المانيا كانت تطلع، كان نفسي المانيا كانت تكون حصاله او على الاقل تبقى مركز اخير. بس خلاص اهم حاجه ان هي طلعت. على الاقل كوستاريكا الناحيه التانية كوستاريكا يعني عملوا شوية شطة كده مكسب قدام اليابان وكانوا متقدمين على ألمانيا. فبس يعني اللي كان متوقع صراحة هو اللي حصل إن هي تخسر من ألمانيا وإن هي ما تتأهلش. إن هي ما قدمتش ماتشات مثلا زي بطولة 2014 اللي كانت عاملاها. لا، النسخة دي من كوستاريكا أقل من بتاعة 2014 وبوضوح. ما كان شايف إن هي تكمل الصراحة في دور 16. كنا عايزين نتفرج على ماتشات في دور 16، مش عايزين نتفرج على كوستاريكا بتلعب مثلا. كانت هتفيد إن هي تلعب المغرب، بس الواحد كان عايز يشوف ماتشات مولعة في دور 16. وكوستاريكا فعلا مستواها قليل. الماتش اللي كسبته على اليابان زي ما قلت إن كانت ضربة حظ، ما كانتش هي اللي مستحوذة، هي كانتش عاملة الخطورة. لا، هي جات لها كام هجمتين فنشت واحدة وكسبت، أخدت 3 نقط. فيعني ماشي، طلعتوا ب3 نقط في الآخر، ما طلعتوش حصالة. بس يعني شيء صحي البطولة إن كوستاريكا ما كملتش، وإن ألمانيا كانت كسبت الماتش ده وفي الآخر أدت للتأهل على إسبانيا مع اليابان. ف هانز فليك محتاج شغل جامد على المنظومة دي، محتاج شغل مع اللعيبة دي باستثناء جمال موسيالا وجورج كيميش ودافيد روم. محتاج شغل مع بقية اللعيبة. نيكولاس زولي الماتش التالت على التوالي بيكون كارثة، حرفيا كارثة دفاعية متحركة. بيقدم ماتشات زي وشه حرفيا. مفيش ماتش عمله نضيف، وكل ماتش بقول ان هو يقعد دكة الماتش الجاي، في الاخر بتفاجئ ان هو بيكون في الستارتنج 11. ف مستوى زولي وان هانزي فليك بيديله في ال3 ماتشات دي كانت حاجة غريبة بالنسبة لي. بس هو الواضح ان هانزي فليك عليه شغل كبير جدا 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 مع المنتخب ده. آه فمش متوقع ان يعني المانيا لسه قدام لما نشوف بقى على اليورو 2024 هيكونوا عملوا ايه. لكن هم حرفيا دلوقتي محتاج شغل مضاعف من هانز فليك عشان خاطر يقدر ان هو يرجع الالمانيا اللي احنا كنا عارفينها. انت دلوقتي في مراكز كتيره انت ناقص، عندك نقص في مركز المهاجم، الباك اليمين عندك فيه نقص. مدافع جنب روديجر. يمكن كنت انا شايف ان شتروبيك اكيد هيكون احسن وهو مدافع كويس. فكان غريب ان هو قعد بعد اول ماتش. فلسه شغل هانز فليك محتاج على المنتخب ده. بس الحمد لله ان هو طلع بره البطوله عشان الواحد ما كانش ناقص حوارات. على الناحيه التانية ده كان على المجموعه الخامسه. المجموعه السادسه ماتش بلجيكا وماتش كرواتيا. بلجيكا طلعت، وبلجيكا ما الواحد كان بيقول ان هم هينزلوا ماتش لو حصل قدام ماتش مصر عادي، ما ياما فرق قبل كاس العالم خسرت. فرنسا في 2018 كان الماتش اللي قبل كاس العالم كانت خسرت. بس حرفيا تحس ان لا، بلجيكا تحس ان هو ده شكلها في كاس العالم، هو شكلها قدام مصر. مفيش اي حاجه اتغيرت، هو نفس التقل اللي في المنتخب، نفس اللعيبه اللي ما تتحركش، نفس السن باين في اللعيبه. بالذات طبعا خط الدفاع اللي تشوف فيه ارد الفيرد ويان فان تورخن سنهم كبير ازاي، وبتشوف توماس مونيه برضو سنه كبير. فهو المنتخب باين فيه معدل الأعمار الكبير. ممكن تكون برضو إصابة لوكاكو إن هو مبدأش معاهم البطولة أثرت.
سوء مستوى هازارد مع ريال مدريد في اخر كام سنه واضح على المنتخب، ان احنا شفنا هازارد لما كان فايق في السنين اللي فاتوا مع الاعمار بتاعت بلجيكا اللي كانت قليله. شفنا منتخب بلجيكا في 2018، لكن المنتخب اعماره زايده وواضحه وباين في التقل في الملعب. ما بتشوفش تحرك من اللاعب، ما تشوفش اي حاجه. كيفن دي بروين مقدم بطوله معفنه، بطوله سيئه تماما، بطوله حرفيا حقيره من دي بروين. ما قدمش فيها اي لمحه، اي باص، اي حاجه ما قدمهاش. فكان بطوله نسيان لكيفن دي بروين. الوحيد اللي بلجيكا اللي كان بمستواه هو تيبو كورتوا، كان بيشيل كور، كان هو بيصد بيقدم اللي عليه. هو اللعيب اللي حرفيا اللي كان حاضر من بلجيكا. غير كده كان كله بيقدم بطوله زي وشه. مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه بتحصل في بلجيكا. منتخب فعلا تقيل. كرواتيا اتأهلت. اغلب فترات ماتش كرواتيا وبلجيكا كانت هي الاحسن من كرواتيا. شفنا كان ممكن تفتتح اللقاء اساسا بجون من بيرزيتش، بس ما دخلتش. فكرواتيا بعد اول ماتش قدام المغرب شفناها عملت ماتشين الصراحه محترمين قدام كندا وقدام بلجيكا. قدمت ماتشين محترمين. بس للاسف ان هي جالها منتخب صعب في دور 16. اليابان هيبقى منتخب رزل على كرواتيا. منتخب اليابان اعماره اقل من كرواتيا، بس شفنا ان كرواتيا الخبره اللي في نص الملعب مساعداهم. خبره بروزوفيتش ومودريتش وكوفاسيتش ثلاثه مع بعض، وان هم ثلاثه بيلعبوا كتير مع بعض، دي فايده الفرقه. وبالذات لما بقى بيلعب بكرامريتش وبيرزيتش واللعيب رقم 14 مش متذكر اسمه، بقى في كرامريتش واللعيب رقم 14 بيبقوا بيفتحوا بعض المساحات. فبقى قدموا خطوره اكتر بعد اول ماتش اللي كان لعيب رقم 14 ده كان قاعد على الدكه. لكن ماتش كندا وماتش بلجيكا اللعيب رقم 14 ده يلعب اساسي، فبان ان هو مفيد للمنظومه ازاي. فبلجيكا خلاص جيل وانتهى. ما استغلهوش باحسن شكل. ما اظنش ان بلجيكا هيبقى عندها في منتخب واحد قدام، هيبقى عندها لوكاكو وهازارد وكيفن دي بروين تاني. التلاتة دول مع بعض ما اظنش يبقى عندهم على الاقل ناس شبههم. ما اظنش ان ما يكون في تلاتة زي دول. فمنتخب بلجيكا نهاية جيل بتتكتب دلوقتي المفروض. يعني مش عارف روبرتو مارتينيز، انت ليه ما لعبتش واحد زي فايس في نص الملعب في الدفاع؟ كان ممكن يديك نفس على الاقل في الدفاع. انت بتلعب بثلاثة اتقل من بعض، وبالذات يان فيرتونخن والفيردة خلاص دول بطلوا كورة. يان فيرتونخن احتياطي في بنفيكا، فيعني والله اعلم ممكن يكون ساب بنفيكا. فعلا مستواهم قليل جدا، وادى في الاخر انت خرجت من البطولة بمستوى قليل جدا. 3 نقط بحظ قدام كندا، كانت كندا الاحق بيها، بس طلعت انت بيهم واخدت 3 نقط محدش كان عارف ليه. بس في النهاية هي دي الكورة. خروج بلجيكا ما كنتش الأحسن في المجموعة بتاعتك. المغرب وكندا كانوا أحسن منك بوضوح. آه وكرواتيا تأهل مستحق الصراحة بالماتشين اللي عملتهم قدام كندا وقدام بلجيكا. نخش بقى على الكنيسة بتاعت اليوم. تأهل المغرب لدور ال16 متصدر لمجموعته. الواحد فخور بمنتخب المغرب. كان قلبه وقع في الكرة بتاعت العارضة في الشوط التاني لما كانوا 2-1 وقلبه وقع اصلا. عامة اغلب فترات الشوط التاني كان الواحد قلبه واقع بسبب ان المغرب كان نزلوا ان هم خلاص ضمننا 2-0. فالواحد كان قلبه واقع حرفيا مع المغرب في الشوط التاني، بس الحمد لله انتهت بتأهل المغرب بلعيبة عظيمة، لعيبة رجالة. الحمد لله ما فيش سيناريو خزعبلي حصل ادى لخروج المغرب من البطولة. انت بادئ الماتش وانت نازل انت عايز تجيب جون وانتهى، وفعلا حصل في اول 5 دقايق بتجيب جون عن طريق حكيم زياش. بعد كده بتجيب جون كمان عن طريق يوسف النصيري، فانت سهلت الماتش عليك في الشوط الاول. وكنت انت الاحسن في الشوط الاول، وكنت انت بعد ما جبت الجون بتاع حكيم زياش انت ما سكتش، انت لا ضغطت. شفت لاعب زي اشرف حكيمي جاله اصابه في العضله الخلفيه وتحامل على نفسه عشان خاطر المغرب. لعيبه بتغامر عشان خاطر المغرب، لعيبه بتقاتل وكانت تستحق ان هي تتاهل. لعيبه رجاله حرفيا 1-1. ياسين بونو كان راجل. رباعي الدفاع نصير مزراوي، رومان سايس، نايف اجرد، اشرف حكيمي طبعا، سفيان مرابط، وناحي وصابيري. 3 في نص الملعب كانوا رجاله 1-1. برضه سفيان بوفال، يوسف النصيري، حكيم زياش. 11 راجل في الملعب حرفيا، 11 واحد بيقاتل عشان خاطر الشعار بتاع فريقه. زي ما قلت اشرف حكيمي اتصاب في عضله الخلفيه واصابه كبيره، وكان بيتحامل على نفسه في بقيه الماتش عشان خاطر المغرب تكمل، عشان خاطر المغرب كانت 2-1 وكان ممكن معرضه في اي وقت ان هي تتعادل. تحامل على نفسه ولعب. واشرف حكيمي مقدم بطوله لحد دلوقتي عظيمه، بالذات دفاعيا. احنا كلنا ما عندناش شك هجوميا اشرف حكيمي عامل ازاي، لكن دفاعيا واضح اشرف حكيمي
المستوى اللي قدمه في كدفاعي. اشرف حكيمي عامل بطوله محترمه. الناحيه التانيه نصير مزراوي، بتشوف تحس ان قبل كده كنا بنشوف ادم مسينا اللي هو اللي بيلعب ناحيه الشمال قبل كده مع المغرب. دلوقتي شفنا فرق الجوده بين ادم منيسه واسمه ده ومنصور مزراوي، فرق سما بين والارض. فرق لعيب عنده كواليتي ولعيب تاني كان لعيب بيتوظف وخلاص. لا، لعيب عنده كواليتي فعلا نصير مصراوي ومفيد للفرقه، وتذكر بيقاتل على كل كوره وخلاص. الكوره هتاخدها مني بطلوع روحك، وانا هقطع الكوره لحد اخر نفس، اجري وراك مش ههنيك على الكوره اللي انت هتاخدها. فشابوه نصير مصراوي. ثنائيه نايف اكرم ورومان سايس ثنائيه تقيله جدا، ثنائيه بتقاتل على كل كوره، بتقرف المهاجم اللي قدامها. شفنا النهارده نايف اكرم جاب جون في نفسه، بس كان لطشه خبطت في رجله ودخلت. احنا على فكره المغرب كانت ما لقيتش غير جون، والجون كان جون في نفسها، فدي حاجه تحترم من المغرب. سفيان مرابط كالعاده، مش محتاج اتكلم عن سفيان مرابط، مش محتاج خلاص. الحلقتين اللي فاتوا اتكلمت عنه بما فيه الكفايه. لعيب حرفيا محترم جدا، كواليتي تقيله في نص الملعب، وده يعني فيورنتينا مش هتحافظ عليه بعد كاس العالم. ده هتحصل عليه خناقه محترمه بعد كاس العالم على ما اتوقع. لا، كواليتي محترم في نص الملعب. انت ممكن تلاقي الفرقه كلها بتهاجم وسفيان مرابط هو الوحيد اللي هيدافع وهيعرف يجيب الكوره. مش هتلاقي هجمه خطره جت على المغرب. فصراحه حاجه محترمه في نص الملعب. شفنا النهارده عبد الصمد الصابري لما ابتدى، عبد الحميد الصابري اسف، شفنا لما ابتدى، شفنا فرق بينه وبين املاح الصراحه. فرق كبير بينه وبين املاح، ومستوى بصراحه لصابري كان بيعرف هو يبدل هو بوفال، ان عنده هو الاثنين يقدر يلعبهم. صابري ان هو يقدر يلعب وينج رايت، وينج ليفت اسف، ويقدر يلعب في 8 في نص الملعب، وبوفال نفس الحوار. في اغلب الوقت كنت بتشوف بوفال وصابري بيبدلوا مع بعض، والاثنين كانوا قدامهم ماتش محترم. واللي عايز يتوقف عنده هو حكيم زياش. حكيم زياش كان عامل مشاكل مع وحيد خليل زوتش وما استدعاهوش، وشفت في المغرب من غير حكيم زياش. شفت في البطوله دي لما حكيم زياش جاله مدرب عنده واثق فيه، شفت حكيم زياش بيقدم ايه في الملعب. بتشوف حكيم زياش ان هو بيرجع يدافع لحد مع اشرف حكيمي لحد اخر نقطه في الملعب، في ملعب المغرب. بتشوف حكيم زياش بيبقى متواجد فيها ويبقى موجود هجوميا، وهو اللي بيبقى كل كره بتخرج عنده في الهجوم. فحكيم زياش بيجي هو مع سفيان برابط احسن اتنين لعيبه في المغرب في البطوله دي. بقيه اللعيبه كلها عملت بطوله محترمه، بس هم دول الاثنين اللي واضحين. حكيم زياد شفت انت النهارده لما جات له الفرصه ان هو يريح المغرب، جات له الفرصه فنشها بطريقه حلوه جدا، وجون جمالي وجون مفيد للمغرب. فالصراحه وليد الركراكي الثقه اللي مديها لحكيم زياش بيحسد المكاسب بتاعتها في ارض الملعب. لو معاك لعيب بيقاتل على الكوره، مش بتشوف حكيم زي اللي انت كنت مستنيه قبل كده، لو هو مش بيدافع اقطع الكوره وهاتوها لي وانا هرقص ترقيصه وهباص اي باصه وانا مش طايق نفسي والكوره هتتقطع في الاخر. لكن لا، انت بتشوف حكيم زياش بيقاتل على الشعار وبيعمل كل حاجه مطلوبه منه في الملعب. فشابوه حكيم زياش. والختام لازم يكون مع وليد الركراكي. انا ما كنتش متوقع ان وليد الركراكي يطلع منه كل ده الصراحه. مدرب محترم جدا. شو قدم بطوله مع المغرب محترمه. اتمنى بس ان الماتش الجاي قدام اسبانيا هيكون ماتش صعب جدا، بالذات بعد ما اسبانيا خسرت من اليابان. اتمنى وليد الركراكي يعرف يتعامل مع الماتش ده، وان هو يكمل على المستوى اللي هو بيقدمه. انزل العب لعبك، او اعمل زي ما اليابان عملت، امن بحظوظك وانزل العب لعبك، واكيد هتطلع بمكسب من مكاسب المباراه. المغرب عندها فرصه ان هي توصل لربع النهائي. لو اسبانيا لعبتها بنفس المستوى ده، او المغرب لعبت بلعبها، ممكن تلاقي في ربع النهائي المغرب عادي. ليه لا؟ انت معاك الجمهور، جمهورك هيبقى موجود معاك اكتر من جمهور اسبانيا. استغل الحوار ده. اتمنى وليد الركراكي على اعلم اتوقع ان هو ينزل يلعب ماتش شبه كرواتيا اللي هو مدي محترم اسبانيا ومديها الكوره وهو بيدافع وبيهاجم. اتمنى بس لما تجيلنا الفرصه ان احنا نهاجم نركز في الهجوم. ووليد الركراكي زي ما قلت بطولة محترمة. مدرب رجع حل المشاكل بتاعت نصير مزراوي وحكيم زياش، وقادر ومديهم الثقة. وشفت الملعب الاثنين في أرض الملعب، بتشوف بنطلع آخر حاجة. كل لعيب بيبقى نازل جايب آخره حرفيا عشان خاطر شعار المغرب، بيطلع آخر حاجة من كل لاعب عشان خاطر المغرب. فشابوه وليد الركراكي، شابوه المغرب، شرفتونا، تأهلتوا لدور 16 باستحقاق ومتصدر لمجموعتك، فخر لكل واحد عربي. شكرا للمغرب، شكرا لوليد الركراكي، شكرا لرجاله المغرب على البطوله العظيمه اللي انتوا قدمتوها، ونتمنى ان هي تكمل معاكم في ربع النهائي. ده اللي كان عندي عن اليوم ده في المونديال، نهايه المجموعه الخامسه المجموعه السادسه. بكره اخر مجموعتين هنشوف مين يتاهل مع البرازيل والبرتغال. اسف على الاطاله، اتمنى الحلقه تكون عجبت حضراتكم.
كان معاكم احمد هاني، واشوفكم في حلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.